انتي دايتا معاك يا فندم، اتشرفنا باسم حضرتك. اللهم صل على النبي. هو عليكم السلام التسليم. في حاجة يا فندم؟ لا حضرتك، بس سؤال يعني، هو حضرتك اللي بتبعتولي رسائل؟ ثانية واحدة حضرتك، عشان بتاع الخضار بس معدي من عندنا. حضرتك كده سامعاني؟ ايوه يا فندم. بقول لحضرتك، هو حضرتك انتوا اللي بتبعتولي الرسائل اللي هي بتاع الاشتراك عشان ادفع الفواتير وكده؟ ايوه يا فندم، اذا كنت مشترك عندنا اكيد. اه. تعرفي حضرتك ان صوتك احلى من خطك؟ ايه ده يا فندم، انت بتتصل تستظرف يعني؟ لا حضرتك مش بستظرف حضرتك. بصي، انا يعني ممكن رقم المدير؟ حضرتك ممنوع ندي ارقام لحد، بس قولي المشكلة وانا اقدر اساعدك. طيب. بس كنت عايزه اقول له بس ان بعد كده لما يجي يبعتوا لي الرسائل اللي هم عايزين الفواتير، ممكن يبعتوها صوت مش كتابه، يعني عادي. حضرتك هتستظرف يا فندم، هقفل الخط. لا ايه حضرتك، المطلوب؟ ثانيه واحده بس حضرتك، يعني حضرتك انا سالت تمام على المكتب بتاعكم، اللي هو انتوا واخدين من شركه فودافور ولا من شركه اورنج؟ نعم. قلت ايه؟ بقول لك حضرتك واخدين يعني انا عارف ان حضرتك انتوا المكتب بتاعكم بيوزع انترنت، تمام، بس حضرتك الانترنت بتاعكم واخدينه من شركة ايه، فودافون يعني ولا اورنج؟ لا، ما انا فودافون يا فندم. ايه مشكلة حضرتك؟ اقدر اساعدك بحاجة؟ لا حضرتك تمام، لان انا عارف انا مرضتش اخد من الشركة الرئيسية، عشان ايه حضرتك، انا عارف ان الاسعار عندكم ارخص شوية، عشان كده خليتهم يشتركوا من عند حضرتك. دلوقتي حضرتك، لو سمحتي، انا النت عندي ضعيف خالص وكنت عايزة اظبطه. نعم، قلت ايه؟ بقول لحضرتك النت عندنا ضعيف وكنا عايزين نظبطه. ف طيب حضرتك اديني رقم حضرتك، اللي عليه الاشتراك والاسم. الاسم حضرتك اه. محو محاميحو محموح الممحمح. يا استاذ، اسم حضرتك ايه؟ حضرتك محو محاميحو محموح الممحمح. في حاجة؟ يا فندم، ده بجد اسمك ولا بتهزر؟ حضرتك انا عندي شغل والله. هو ايه يا فندم اللي حضرتك انت، هو ايه الاسلوب اللي انتوا بتعاملوا بيه المشتركين اللي عندكم ده؟ تمام. حضرتك انا بقول لك اسمي، انت مش قلتي لي عايزه اسفة يا اسمك؟ فندم. طب دقيقة واحدة، طيب معلش، قول الاسم واحدة واحدة. ماشي. محو أمم، محاميحو تمام. أمم، محموح. ايوه. الو. ايوه معاك يا فندم. وصلت لحد فين؟ حضرتك ما فيش حد بالاسم ده اصلا مشترك عندنا، متأكد من الاسم كده؟ طيب. حضرتك هو ما كتبتش الاسم كله يا فندم. ما فيش حد ظاهر عندنا الاسم ده خالص. ماشي، مش يمكن اسم العيلة؟ اكتبي عيلة الممحمح. يا فندم ما فيش يا فندم. بص حضرتك، ممكن اقولك على حاجة وتستوري عليا؟ يا عم استر عليك، ايه انت كلامك غريب قوي. حضرتك بص يا فندم، انا حضرتك بص اقولك على حاجة، هو الاشتراك بصراحة مش باسمي، امال بتاع مين؟ بتاع واحد جارنا. وبعدين؟ ايه؟ طب انت مين؟ انا الحرامي، يعني انا ايه دي استاذ، ما تهزرش بقى. حضرتك، لا حضرتك انا مش بقولك تستري عليا، تمام، يعني انا ما بهزرش. بصي يا فندم، انا هقولك يعني، انا بصراحه يعني ايه، هو كان حاطط الباسورد بتاعه، تمام، مش حاطط الراوتر بتاعه بالباسورد، تمام، وانا ايوه. كنت شابك من عنده، انا والمدام والعيال وابويا وامي واختي وخالي وعمي وستي وتيتا وسيدي وجده، تمام، كنا شابكين. لا والله. حضرتك في بس حاجه صغيره بس، مم. دلوقتي انا بعمل سيرش على النت،
تمام، مفيش الشبكة مش راضية تطلع لي. طلعت لي الشبكة، لقيت الباسورد اتغير، فأنا كنت طالب من حضرتك خدمة. اتفضل. حضرتك ممكن تجيبي لي الباسورد الجديد؟ حمرا. ايه؟ انا بقول لك اشارة النت لما تبقى ضعيفة بتبقى حمرا. انا مش بعمل كده. حضرتك، هو انا بقولش على حاجة. حضرتك بصي، انا هروح دلوقتي تمام، اخبط عليه ماشي، مم. واركب دقن وشنب، واقول له ان انا ايه جاي من طرف المكتب بتاعكم اللي هو اللي مديله الانترنت، ماشي. اه. وحضرتك تكلميه وتقولي له ان انت عايزه مثلا ايه، تظبطي له النت، ماشي. وتقولي له اه. بقى ادينا الباسورد الجديد بتاعك، وهو يديهولك، انت تديهولي، انا اغير الشبكه، اخد الباسورد، اتفرج على ماتش مصر النهارده، مصر تفوز، اديله الباسورد تاني. وبعدين حمرا. وايه يا فندم اللي كل شويه ما تقول لي حمرا حمرا فيا يا فندم؟ يقول لك الإشارة يعني بتبقى حمرا لما بتبقى ضعيفة. أنا مش هعمل كده يا فندم. حضرتك يا فندم، هو انت مش بتحب مصر؟ أيوة بحب مصر، بس مش هينفع الكلام اللي أنت بتقوله ده ماشي. هزار. لا مش هزار يا فندم، انت تشجعي، يعني قصدي تحريمي مشجع مصري ان يتفرج على الماتش النهارده؟ مش بالسرقة يا فندم، ما ينفعش كده، احنا هنقع في داهية. حضرتك لا مش سرقة يا فندم، انا مش هاخد الراوتر، انا هاخد بس الباسورد. ما هيبقى على حساب مين يا فندم؟ يا فندم طب بصي، يعني مثلا عادي ممكن ابقى ادفع معاه. بقول لك ما ينفعش يا فندم والله. يا فندم يعني انا بحب مصر وانت مش عايزاني اشجع مصر؟ الله يسامحك. الو. أيوة يا فندم. والنبي هاتلي الباسورد عشان اسمع الماتش على الانترنت. على كده يا فندم أنا ورايا شغل والله. حضرتك ما انا عماله اقول لك وقلت لك تستر عليا، هو عايز الباسورد. مصر هتلعب النهارده، يا رب مصر لو ما فازتش بعيد الشر والله لا اروح اقول للناس عليك. ايه يا فندم. الو. الو. دي قفلت الخط في وشي. ده ليلتها يا لما الله ربنا. تلاته معاك يا فندم، هو انت اتشرفت بحضرتك. حضرتك بتقفلي الخط في وشي ليه يا فندم؟ هو انت تاني؟ حضرتك يعني هو انت ما بتحبيش مصر؟ يا فندم بحبها والله، بس انا مبقاليش يومين شغالة في الشركة هنا بس. انا كده يعني متخليش انت السبب في الطرد يعني البيت. لا حضرتك البيت. والله بالعكس والله، حضرتك بتحب مصر. والله بحب مصر. بتحبيني؟ بس ما ينفعش. بحب مين يا فندم؟ السلام عليكم. الو. عليكم السلام. استاذه مروه عامله ايه؟ الحمد لله. يا رب دايما. بصي معاك محمد نجار. اول حاجه ربنا يسعدك يا رب، ده كان مقلب ماشي. والاستاذ محمد حافظ المدير المسؤول عنكم تمام، هو اللي اداني الرقم بتاع المكتب وقال لي ان انت شغاله جديد عندهم، اعمل فيكي مقلب. فده كان مقلب منهم تمام. ربنا يوفقك تمام. يا رب كده، وان شاء الله ربنا يرزقك ونشوفك بقى ايه صاحبه هتجيب الباسورد؟